خارج الصندوق بيفهم. طبعا ما يصحش نقول فكر خارج الصندوق، think out of the box، واحنا في ضيافه الصندوق. رئيس مصر اللي جاي لازم يعمل النخوة، الرجولة، الشفافية، المصداقية، الفلوس. يعني الفلوس اللي تخش البلد المفروض يكون في عدالة في توزيعها. الاقتصاد فعلا محتاج دفع إلى الأمام. مش طبقة تاخد كل الفلوس، يعني مش 80% ياخدوا 20%، و20% من الناس ياخدوا 80% من موارد الدولة. أول حاجة يهتم بالتعليم، العدل وانه يلم شمل المصريين. اهم حاجه هي المصالحه، لان مفيش اي بلد في الدنيا ممكن تتقدم وفي خصومه في الشعب، والناس معتبره ان في فئه فيهم اعداء لفئه ثانيه. اهم حاجه يكون عامل حسابه ان في اي حاجه ممكن يعملها ممكن تقوم عليه ثوره ثانيه وتوديه في 60 داهيه. انا هسميه رئيس مصر وقت ما يكون الراجل ده فعلا يقدر ان هو يعدي بمصر المرحله اللي كلنا مسمينها المرحله الانتقاليه اللي بقالها 15 سنه. ربنا يبارك لنا بقى عشان هنتضرب احنا في الدنيا دي. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. قول يا ابني، مطافي مطافي. انا عندي رساله للمنتجين وللمستهلكين. محمد وليد حسني، كليه مطافي، قسم فاير. قصص النجاح لحظه، المهم الواحد ان هو مش ايه قصه النجاح، لا، المهم الواحد ان هو يعرف يتعلم منها. أنا أسمع كتير قوي إن إرادة الإنسان مفيش حاجة تقف قصادها، وأنا دلوقتي معاكم وهشوف نفسي بعد 5 سنين. أنا شايفة نفسي بعد 5 سنين من أكبر ديزاينرات على الأقل في مصر. أنا عندي الموهبة، بس أحمد السقا وأحمد عز بيحاربوني. أنا أنفع أفلام أكشن، أضرب وأتضرب وأي حاجة أنت عايزها. أفلام كوميديا. وأنا أنصح أي واحد ما يشتريش حاجة إلا لما يكون عارف مصدرها وتاريخ صلاحيتها وتاريخ انتاجها، وياخد فاتوره بيها، عشان لا قدر الله حصل فيه اي خلاف نقدر احنا نجيب له حقوقه كجمعيات حمايه المستهلك او الجهاز نفسه بتاع حمايه المستهلك. سنة والسنة الجاية ما يبقاش في امتحانات علشان هربحك، بس مساحة لازم يعمل امتحان ماتيريال دي نسيناها. رومانسي؟ حبيبتي مسافرة؟ انا ماشي. هتسيبها يابا؟ ايوه. كان عندي فكرة قد تساهم في انها تحل مشكلة او تقلل من الطاقة في استخدام الطاقة في الشارع. بإذن الله هشتغل على الحكاية دي واشوف هل حقيقي فعلا إرادة الإنسان مفيش حاجة تقهرها ولا لا، وده اختبار انا داخلاه مع نفسي وتجربة بعرضها عليكم. ماشي يلا. my hair. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. بتدي الواحد حريته وكأنه هو قاعد يكلم نفسه او قاعد يتكلم بيحلم. جوه الكشك سألنا الناس سؤال واديناهم دقيقة يردوا على السؤال ودقيقة يقولوا اي حاجة في نفسهم، اي حاجة. لازم يكملوا يتفرجوا على فيلم السهرة، الشجرة كنت مرتاح. على فكرة الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حتة في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم أو في الحتة بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين.